فعلا أصابها ضرر كبير من جراء بناء هذا السد هذه. هذه المنشأة فوائدها كبيرة جدا، سواء ستعود بالنفع العميم على ساكنة إقليم الحوت وعلى ساكنة جهة مراكش الأسفل كذلك. ولكن الضرر اللي صابت الساكنة سواء كان ضررا ماديا أو معنويا سيتعامل بواحد المجهود كبير، لأنه تيبقى دائما في التواصل مع هذه الساكنة هذه باش يساهم معها في بناء أجزاء سكنية تخص الإيواء ديالو. هاد الناس ديال الساكنة ديال الزياد فبناء على الإحصاء اللي أجرته وزارة التجهيز وكذلك الأثمنة اللي صدقت عليها اللجنة المكلفة اللجنة الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالممتلكات المنازل أو الأشجار أو الأراضي. هذه الأثمنة هذه ما مرتبط بها الساكنة ديال الزياد. هذه الأثمنة هما تيشوفوا بأنه ليست في المستوى المطلوب وفي المستوى التطلعات ديال الساكنة، لأنه حنا في دولة الحق والقانون ملي كنقولوا حنا ماشي هاد الناس مثلا مهضومي الحقوق، لا بالعكس، الدولة نصرتهم بناء على هاد التقرير ديال اللجنة، ولكن تيبقى هذاك الضرر المعنوي كبير جدا بالنسبة لهم. أضيف إلى ذلك هذيك الأثمنة اللي قلت لكم اللي هما تحسوا بها قليلة جدا، وفعلا راه قليلة بالمقارنة بالمعامل ديالهم. هاد الساكنة هادي راه هي ضرب الزلزال قبل هذا الزلزال الله يجينا ويجيكم اللي ضرب إقليم الحوت، لأنه واحد الإنسان زاد في واحد البلاصة وكبر فيها فهمتي، وهاد الأملاك ديالو المنطقة تبارك الله عليها، لا من حيث التربة الخصبة ديالها ولا من حيث المنتوجات ديالها الفلاحية المتنوعة وقربها من مدينة مراكش إلى آخره. هذا الشيء اللي كيجعل هاد الساكنة تتحس بواحد الضرر، ولهذا مرة أخرى باسمكم جميعا تشكر السيد العامل اللي قام بهذا المجهود هذا. وهذه الاتفاقية المبلغ اللي فيها راه شرف لنا جميعا وخاصة في إقليم الحوت، لأن هذه الاتفاقية ماشي سهلة باش تجمع 53 مليون ديال الدرهم، 5 مليار و300 درهم ماشي سهل. ولهذا قلنا باسمكم أخواتي إخواني أعضاء المجلس الإقليمي تشكر السيد العامل على هذا المجهود اللي بذلو لفائدة هذه الساكنة باش نخفوا الضرر ديالو، وشكرا.